يعمل معانا مداخله نشوف ايه اللي بيحصل في السودان. استنجد بيك يا عم. يا محمد احنا معاك طول الليل ما تخافش، احنا هنفضل معاك لغايه ما تخرجوا وتركبوا الاتوبيسات وتروحوا المطار. ممكن يتقتلوا في نص ساعه. ما حد لا يا محمد محدش هيقدر يمس دم واحد. ارجو تدخل سريع، ارجو تدخل سريع. ولادنا في السودان بيموتوا من الجمهور الجزائري، الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم، ما كفاهمش اللي حصل في الجزائر. ارجوكم والا نناشد جمهورنا يقتل الجزائريين اللي موجودين في مصر، نخرج على الجزائريين اللي موجودين في مصر. عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموتهم طالما ولادنا بيتقتلوا في السودان ناخد بطارنا. ما ينفعش يا جماعه يا احمد شوفوا ولادنا في السودان الحقوهم. يا احمد صلي على النبي. يا احمد صلي على النبي. ولادنا بيناشدونا يا احمد خلينا نحل الموضوع الاول. وفي 8000 واحد بيجروا وراهم في الشوارع بتوع الحزب المصري. طيب ضربوا بيجروا وراهم في الشوارع. طيب لازم تدخل. عندك يا عم الرهان، عندك 10,000 واحد ممكن يموتوا النهارده. احنا هنفضل معاك لغايه اما تركبوا الاتوبيس وترجعوا. ما تخافش يا محمد، ما تخافوش. يا محمد هيكلموك ياخدوا تليفونك عشان يقدروا يبلغوا اي حد من المسؤولين هنا بسرعه انتوا مكانكم فين عشان يبعتوا قوات سودانيه اذا كان في قوات سودانيه اصلا موجوده. كلمنا على التليفون. هيكلموك دلوقتي حالا يا محمد على تليفونك. فين يا جماعه؟ الامن السوداني فين؟ انت بلغ حد اي حد. انت دلوقتي عندك مصريين مسؤولين كانوا بيتضربوا. انت مش عايز انا حد يبقى تحت امري، انا عايز حد يجي دلوقتي. ايوه مين؟ انا قلت لك احنا فين وقلت لك هو فين. مين؟ يا طارق انا مش هقدر اقول لك. انا عندي شك ان الهوا ممكن يتسرب المكان اللي احنا فيه. انت بره الهوا. انا عندي في شركه طارق نور بتاعت الاعلانات 130 واحد قاعدين جوه موجودين في صباحيه تامه متعورين. في ناس متعوره لا عارفين نروح مستشفى لا عارفين نروح حته. حضرتك تدخل قبلوا نفسنا بس محمد. التليفون مفتوح كلمونا في اي وقت. كده الدنيا ولعت في مصر علينا يا جماعه. هو ده كان اهو